يلا يا بيشو، يلا عشان ما نتأخرش على مدارس الأحد. حاضر حاضر يا سيدي، ما انا ماشي اهو. ايه يا بيشو اللي مكتوب هناك ده؟ ما تيجي نشوف كده. كريستيان جوت تالنت. ده يوم اسمه كريستيان جوت تالنت. ايوه، يعني ايه ده؟ ده يوم كده لعرض المواهب، ويشوفوا مين افضل حد، واللي هيفوز بجوائز حلوة قوي 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 يعني. ايوه كده يا عم، ده انت جيت لي في ملعبي. ايه، انت ناوي تشترك ولا ايه؟ طبعا يا ابني هشترك. انت ما تعرفش ان صوتي حلو جدا في الالحان؟ انت ما سمعتنيش القداس اللي فات ولا ايه؟ ده انا كنت جامد جدا. ده غير اني في فريق الحان الموهوبين بتاع المهرجان. يعني مش اي حد يخش الالحان دي، لازم يكون حد جامد زيي عشان يتقبل. خلاص 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 بقى يا سيدي، عرفنا انك شاطر في الالحان. وانت يا ابني مش هتشترك ولا ايه؟ طبعا لازم اشترك وادخل اوريهم لعبي في الكوره. ده انا بعمل شويه مهارات، ولا ميسي ولا كريستيانو، ده انا عالي عالي قوي يا ابني. طب ماشي يا عم العالي، تعال نقرا كده ونشوف هنشترك ازاي. ازيك يا بيشو؟ ازيك يا كيرو؟ اهلا. اهلا يا استاذ ميخ. ايه ده اللي بتقروه؟ لا دي حاجه مش ليك اصلا. يعني ايه حاجة مش ليه؟ هو مش ده اعلان المواهب بتاع مدارس الاحد؟ ايوه، بس هو ميكا عنده مواهب اصلا؟ انت شايف هو بيمشي ازاي؟ ولا حتى كلامه عامل ازاي؟ وايه المشكلة يعني؟ ايه المشكله ايه؟ ولا انت كمان تنفع اساسا؟ وليه ما ينفعش؟ يا ابني انت تيجي ايه فينا؟ ده انت ولا عندك امكانيات زينا في الصوت ولا في لعب الكوره ولا في حاجه. ده انت حتى ظروفك يعني ايه؟ مالها ظروفي؟ يعني مثلا انت مصروفك 5 جنيه، مش زي انا باخد 50 جنيه. يعني حتى لو عوزت تعمل حاجة عشان تعملها، هتعملها ازاي وانت معكش حتى غير 5 جنيه؟ خلاص خلاص، شكرا. يلا يا ميخا بينا نروح على الفصل. سمعت يا فيرو عن يوم المواهب اللي تبع مدارس الأحد؟ أيوة، قريت الإعلان. طب وإيه؟ ناوية تشتركي؟ طبعا يا بنتي، انتي ما تعرفيش موهبتي في التمثيل. ده أنا كل ما يجوا يعملوا سكتش في مدارس الأحد لازم ياخدوني معاهم. هما هيلاقوا زيي فين؟ ده أنا مشروع فنانة. مشروع فنانة فعلا. طبعا، انتي مش شايفة شكل شعري وملامح وشي ولا لبسي؟ ده لبسي كله من بره، لبسي كله ماركات. ماشي يا فنانة. وانتي؟ أشترك؟ لسه بصراحة مش عارفة، مش شايفة موهبة في نفسي. حاسة إن ربنا ما ادانيش أي مواهب زي باقي الولاد. يلا يلا يا فيرو، نروح الفصل دلوقتي.
عاملين ايه يا ولاد؟ وحشني خالص. نشكر ربنا يا أستاذ مينا. عايز اسألكم سؤال، ايه اجمل حاجة فيك وحاسس ان قيمتك فيها؟ انا اجمل حاجه فيا هي صوتي. هو في حد زيي؟ وأنا الكورة طبعا. حلو خالص الحاجات اللي فيكم دي، بس مش دي القيمة الحقيقية، دي مجرد قيمة منسوبة. يعني لو أنا صوتي حلو من غير الصوت الحلو ده هكون ولا حاجة. ولعب الكورة لو حصل إصابة ليا وبطلت لعب ده برضه هيكون ولا حاجة من غيره. قيمتنا الحقيقية مش في ده خالص. إيه هي قيمتنا الحقيقية يا أستاذ مينا؟ تعالوا نرجع لزمان خالص، أيام ما ربنا خلق آدم وحواء، ونشوف هي إيه القيمة الحقيقية للإنسان. آدم أنت فين؟ سمعت صوتك يا رب فاختبأت. ليه يا آدم استخبيت؟ لأني خفت فاختبأت. أكلت من الشجرة ولا إيه؟ أيوة، حواء ادتني فأكلت. دلوقتي لازم يتنفذ الحكم، موتا تموت. وبعدين يا حواء هنعمل ايه؟ أدينا اتحكم علينا بالموت. آدم ما تخافش، أنا لا يمكن أسيبك أبدا. فعلا يا ربي؟ أيوة طبعا، أنت غالي قوي عندي. أنت مش عارف قيمتك عندي من يوم ما خلقتك على صورتي، وبعدين خلقت الكون كله علشانك أنت. ولكن يا رب أنا هموت لأني خالفت كلامك. آدم هيجي يوم وهبعت ابن الحبيب يتجسد ويفديك. بجد يا رب؟ شكرا جدا ليك. وبعد سنين وسنين يموت آدم وحواء وينزلوا للجحيم، وهناك يسمعوا أصوات الملائكة بتقول: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. آدم يا آدم، أنت سامع اللي أنا سامعاه؟ إيه يا حواء؟ في إيه؟ سمع الملائكة بتقول إن المسيح اتولد، يعني خلاص يا آدم هيخلصنا من الموت. أخيرا هيتحقق الوعد. وبعدها ب33 سنة إيه ده؟ المسيح أهو هيتصلب عشان يفدينا، وبدمه الغالي يرجعنا لحضنه من تاني. قد أكمل يا أبتاه، في يديك أستودع روحي. المسيح خلاص فدانا، وقيمتنا بدمه زادت، وبقى تمنى دمه الغالي. شكرا ليك يا رب على حبك وفدائك لينا. شفتوا يا ولاد قيمتنا الحقيقية في ايه؟ في اننا صورة الله ومثاله. ربنا خلق الكون كله علشان الانسان، ولما غلط وخالف كلام ربنا ما سابهوش يهلك ودبر ليه الخلاص. أستاذ، ده أنا قيمتي كبيرة قوي عنده. طبعا قيمتي كبيرة عنده وبتفضل زي ما هي حتى لو غلطت، وانا شايف نفسه قليل هيفضل يحبني وهفضل غالي عليه. طيب ونظرة الناس ليا؟ فاكر يا بافلي حكاية الأبرص اللي كان مرضه خطير ومعدي لدرجة انه كان بينعزل عن الناس حتى اهله، ويقعد خارج المدينة علشان ما يعديش حد؟ فاكر المسيح عمل معاه ايه؟ يا ريت تفكرنا بقصته يا أستاذ مينا. الحقوا، ده أبرص. غطوا بقكم ومناخيركم عشان النفس ده ممكن يعديكم. لو سمحت يا سيد. يا معلم ما تقربش منه، ده مريض. أرجوك يا سيد، لو أردت تقدر أن تطهرني.
أنا عارف يا رب إنك تقدر لو عايز. أيوة أريد، فاطهر. الحقوا، ده لمسه. ازاي؟ بصوا، ده المرض اللي في جسم الأبرص بيخف. ايه ده راح منه خالص وخف خالص كمان. شكرا ليك يا رب، شكرا. أنا كنت واثق وكل إيمان إنك تقدر تطهرني. شفتوا ربنا اتعامل ازاي مع الأبرص؟ لأنه ابنه وخلقته وبيحبه وغالي عليه قوي. لازم يا ولاد نكون واثقين في حب ربنا لينا مهما حصل حوالينا. نكون واثقين ان قيمتي غالية قوي، وافضل اقول انا غالي انا غالي أنا غالي أنا غالي. يلا يا حبيبي. روح لينا دايما قيمة جوهرية، يعني من غير ما نعمل أي حاجة أو نبذل أي مجهود خليت لينا قيمة كبيرة عندك. بشكرك يا رب إنك بتحبني في كل حالاتي، سواء كنت بعمل حاجة حلوة أو لأ. قيمتي بتفضل غالية عندك لأني أنا مميز قوي عندك، علشان أنا على صورتك ومثالك. حبايبي الغاليين قوي، أنا بحبكم قوي قوي، وحاسس بكل واحد فيكم في كل ظروفكم وكل اللي بيتعبكم. اوعى تفكر إن قيمتك هي في نظرة الناس ليك ولا حتى في نظرتك لنفسك. انت قيمتك كبيرة قوي عندي من يوم ما خلقتك على صورتي ومثالي. ده تمنك هو دمي الغالي. انت موجود جوه في عينيا وفي قلبي وفي بالي، وحضني هيفضل مفتوح لك مهما غلطت. انسى كل جروحك وخليك واثق في إرادتي. ده أنا مرتب لك خطة عظيمة. ده انت على صورتي ومثالي وغالي على قلبي ودايما في بالي. محبوب حاسس بأمان، ما أنا جوا قلبي إلهي. مهما كان شكلي وحالي داسع هو فادي حياتي. محبوب حاسس بأمان، ما أنا جوا قلبي إلهي. مهما كان شكلي وحالي داسع هو فادي حياتي. حبني من غير شروط، على صورته أنا مخلوق مختلف وده مقصود، ده رسالة أنا موجود. حبني من غير شروط، على صورته أنا مخلوق
الوصية، أعمالي بتشهد عن إلهي، حبي لي فدية، بجاهد مش كسلان ما أنا دايما حافظ الوصية، أعمالي بتشهد عن إلهي